فمن طبيعه الحال خويا مهدي وليد ركراكي غالبا في المباراه ديال النهائي غادي يعتمد على نفس 11 لاعب، بحكم انه هذه الفرقه هذه كل ما لعبات كل ما كيكون عنصر ديال الانسجام والتحسن في المردود ديالنا بالكره ولا بلا كره كيكون افضل. المباراه ديالنا مع المنتخب ديال مالي اللي الظاهر ديالها كان كيبان على انه سلبي، ولكن الباطن ديالها ايجابي، كانوا بزاف ديال الاستفادات داروا من بعد ديك المباراه. فمن طبيعه الحال وصلنا لواحد 11 التشكيله اللي هي نموذجيه ديال المنتخب الوطني المغربي. حراسه المرمى ياسين بونو اللي قدم مستوى كبير، ونهار الكبير ياسين بونو كيكون كبير، وخير دليل هو المباراه ديالو مع المنتخب ديال نيجيريا. كذلك المحورين ديال الدفاع نيف اكرد المستوى الثابت اللي كيقدم حاليا في المسابقه، على انه كيقدم مستوى كبير في تغطيه الظهر ديال اللاعبين، كذلك في العمليه ديال الالتحامات الهوائيه والارضيه، في العمليه ديال البناء اللي خاصه كنعتمدوا عليها من اول خط، على الرغم من ان بعض الخصوم كيمشيو لينا بهذاك الضغط العالي. الى الجانب ديالو ادم مسينا اللي من مباراه بعد مباراه كيتحسن العطاء ديالو المستوى ديالو. المباراه ديالو الاخيره مع المنتخب ديال نيجيريا كان في القمه ديال العطاء ووج العطاء، اللي خلى على انه اخطر مهاجم ديال المنتخب ديال نيجيريا اوسيمين ما بانش طيله المباراه. على الرواق الايمن كظهير اشرف حكيمي القائد ديال الفرقه اللي كنسينوا منه على انه يعطينا الاضافه الهجوميه وكذلك الثبات والتوازن الدفاعي. في الجهه المعاكسه نصير مزراوي اللي كيقدم مستوى كبير وخرافي في هذه الجهه هذه، اللي كيعطيك نظره على التكوين العالي اللي تلقى هذا اللاعب هذا والنضج التكتيكي ديالو، كانه مرتاح في المباراه وما كيجهدش، ولكن مجهريا ملي كتشوف العمل الكبير كيسهل على راسه انه يلعب وياخذ جميع القرارات اللي كتكون صحيحه. وسط الميدان الدفاعي لاعب نائل العناوي اللي قدم خدمه كبيره للمنتخب الوطني المغربي من بعد ما تبدل له المركز ديالو من لاعب بوكس تو بوكس الى لاعب محوري وسط ميدان دفاعي. القدام ديالو جوج ديال اللاعبين اللي هو بلال خنوس اللي المستوى ديالو ملي خدا فرصه بين على انه كنا محتاجين لاعب خاصه اللي في الحده ديال الضغط اللي كيقوم بها بلال خنوس، وكذلك التكوين ديالو حتى هو العالي، كيفاش انه كيغطي المساحه وكيفاش انه كيلعب بالكره. الى الجانب ديالو السيباري اللي كيقدم مستوى كبير وكنتمناو حتى هو يمشي بنفس العطاء اللي كان عنده في المباريات اللي كانوا قبل. دياز كجناح ايمن بنفس العطاء كنتمناو حتى هو يكون اللي قدم مستوى كبير، وحاليا هو الهداف ديال البطوله ب5 ديال الاهداف. كذلك عبد الصمد الزلزولي في الجهه المعاكسه كجناح ايسر. عبد الصمد الزلزولي معولين عليه في الوضعيه ديال واحد ضد واحد، خاصه المنتخب ديال السنغال الفريق اللي كيطلع الاظهره ديالو كيبقاو المساحات في الدار ديال الاظهره ملي كيطلعوا. ايوب الكعبي كراس حربه. على ذكر ايوب الكعبي اضطريت نوقفك، ما كتشوفش ان لا مورفولوجي ديال المدافعين السنغال ما تخليناش اننا علاش ما نبداوش بالنصيري ونخليو كعبي دوزيام ميطا؟ لان النصيري في الكواري العاليين لا ديتونت لاعب ممتاز، صحيح الكعبي كيدير الضغط العالي كيدير ادوار دفاعيه، ولكن من ناحيه لا مورفولوجي شفنا المباراه السابقه الكعبي خسر نزالات ثنائيه مع المدافعين ديال نيجيريا. انا نقدر نختلف معك خويا مهدي، بحكم انه النزالات الثنائيه اهم حاجه بالنسبه لنا هي الدوزيام بال، هي الكره الثانيه اللي طيح نكونوا قرابين باش اننا ناخذوها. بالنسبه لي البلونجو اللي كنحطوا حاليا كنديروا البيلد اب ريسيكلين كرياتين وفينيشين، كنعتمدوا بزاف على لاطاك بلاصي اللاعب الموضعي، كنلعبوا في الارض محتاجين بزاف اللاعب عنده جوده انه يلعب برجليه، لاعب اللي كيخرج من المركز ديالو انه يطلب الكره كانه مهاجم وهمي باش يستندوا عليه اللاعبين يخوي المساحه ديالو لاي لاعب ممكن انه يدخل ليها. فانا كنشوف حسب رايي اهم مباراه بالنسبه لنا باش اننا نكونوا فعالين فيه هي ان ما نبدلوش التشكيله 11 ديالنا اللي ديجا لعبات، واهم لاعب وعنصر اللي ممكن انه يلعب في المركز ديال قلب الهجوم حسب رايي المتواضع وهو الاحصائيات ديال المنتخب السنغالي في هاد 6 مباريات السابقه كتبين بان المنتخب ما وصلش النهائي بالصدفه. صحيح، فاي فرقه عندها هذه الارقام بحال هذه هي اللي خلاتها انها توصل النهائي. عنده فرقه في المستوى من اول مباراه لعبوها في الدور ديال المجموعات وثاني مباراه، خاصه المباراه ديالهم مع المنتخب ديال الار دي سي كتبان بانها فرقه جايه للكان على انه فتوا بالمرشح، فرقه اللي قويه الصراحه اللي خلاتهم انهم يوصلوا لهذه المرحله هذه. في المباراه ديال الفاينل كنعرفوا بانه جزئيات البسيطه اللي ممكن انه يتلعب عليها النهائي. واش السنغال ممكن انها تمشي بنفس الطريقه على انها كتضغط على الخصوم كتطلع البلوك ديالها، ولا انهم يبدلوا يحافظوا شي شويه في هذه الامور اللي ممكن ان المباراه تجاوب عليها. فاللي كنتمناو المنتخب المغربي يكون موجد جميع السيناريوهات ديالو للمباراه باش المنتخب ديال السنغال نحدوا من الخطوره ديالو من القوه ديالو. الحمد لله عندنا المناعه بالمباراه ديال الكاميرون ومن بعد المباراه ديال نيجيريا اللي ان شاء الله تعطينا واحد المناعه ونحتاجوها في المباراه ديال الفاينل.
المنتخب ديال السنغال عكس المنتخب المغربي الشاطر اللي داز منه الاختبارات اللي كانوا عنده في دور المجموعات باستثناء المباراه ديال الكونغو الديمقراطيه اللي تعادلوا فيها بواحد لواحد ما خضاوش نفس المناعه ديال المنتخب المغربي. مهدي، المنتخب السنغالي شاهدنا كيحصل على انذارات كثيره، 15 ورقه صفراء وبطاقه واحده حمراء. واش ما يمكنش اللاعبين ديالنا يشتغلوا على هذا المعطى هذا باش نخرجوهم من الماتش ولما لا يطردوا لهم لاعبين وسط المباراه؟ وممكن هو اللي يقدر يخلي على انه الحاله ديال التعامل ديال اللاعبين السنغاليين تكون فيها شيئا ما من النرفزه وشيئا ما من لاغريزيفيتي اللي تكون مبالغ فيها، هي الحاله الفرديه ديال اللاعبين ديالنا. كنعرفوا على انه اليوم الجو العام داخل المنتخب المغربي في لاعبين اللي عندهم مهارات فرديه كبيره، يعني الا قدرنا نخلقوا ذاك التفوق اللي غيقدر يكون نوعي لاعب ضد لاعب او تفوق اللي كيكون مركزي اننا نخلقوا مساحات، فمعروف على انه اللاعبين السنغاليين في بعض من الاحيان التدخلات ديالهم كتكون خشنه وما كتكونش محسوبه بواحد الطريقه اللي ربما ايجابيه. والدليل الا رجعتي تقريبا المقابلات اللي لعبوا التدخلات اللي كان كيدير كلها تقريبا اللاعب كوليبالي، فنقدر نقول لك على انه في بعض من الاحيان كانت غير محسوبه وكانت عشوائيه الى حد كبير، ادت على انه ياخذ بطاقه حمراء في بطاقه في مقابله من المقابلات، وادت على انه عدد من اللاعبين السنغاليين دائما كيكون عندهم ذاك الهدوء واش يكونوا في مقابله ومقابله اخرى ما يكونوش فيها. لهذا فاعتبر لانه ممكن لاننا نستغلوا هذه النقطه هذه، عندنا حالات فرديه اللي نخلقوا بها هذه المشاكل. زياده على ذلك لازم علينا على اننا نستغلوا الاوتوماتيزمات المكتسبه، اولا من ناحيه ثلاثيه الصعود ديال الاظهره اللي كنتكلموا عليه دائما، لانه هو اللي يقدر يكون حل اولي وجذري باش انك تخلق مشاكل كبيره على مستوى المساحات اللي نخلقوها بالنسبه للمنتخب السنغالي. وحل ثاني هو انه لازم نتكلموا ولا كذلك نتعلموا بعقلانيه في هذه المقابله هذه، لانه خاص ضروري الصبر في مثل هذه المقابلات هذه. مهدي، وعلى ذكر الغياب ديال كوليبالي غادي نمشيو نشوفوا معاك في السكان التشكيله المحتمله واللاعبين اللي غادي يعوضوا كوليبالي وديارة لاعب ساندرلاند. مهدي، تكلمنا على انه المنتخب السنغالي كيبقى واحد من المنتخبات القويه في القاره الافريقيه، ليس فقط في القاره الافريقيه بل من المنتخبات المتطوره في السنوات الاخيره على مستوى العالمي. والدليل هو انه عنده تصنيف عالمي جد مميز كيخلي دائما على انه لازم تحتاط من هذا المنتخب هذا في اي حقبه، اي ظرفيه، في اي مقابله، في اي كذلك منافسه او مسابقه اللي غادي تواجهه. والدليل هو انه الكميه ديال النجوم اللي اليوم عند هذا المنتخب، الكميه ديال تصدير المواهب بشكل سنوي كتخلي دائما عندهم حل اولي، حل ثاني وحل كذلك ثالث، لانه طريقه باش كيكون كذلك ربما انتاج النجوم في البلد ديال السنغال فمبنيه على نظام تكوين اللي متعلق باساس نجاح ديال اكاديميه جينيراسيون فوت ونجاح ديال باقي الاكاديميات سواء اللي كتكون خاصه او الاكاديميات اللي كتكون دائما تابعه للفرق الكبيره في السنغال. على مستوى التشكيله فما غاديش يخرجوا على النطاق المعهود، اللهم نستثنينا غيابين اللي فرضاتهم الظروف الملاحقه للبطوله، الغياب ديال خالد كوليبالي على مستوى عمق الدفاعي ودرجه بالاساس لانه لاعب عنده اصابه، زياده على ذلك عنده كذلك البطائق الصفراء، واللاعب كذلك ديارة اللي عنده كذلك البطاقات الصفراء. لهذا فالمدرب تياو غادي يستعمل الاسماء التاليه. اولا من ناحيه المفهوم صعيب على انه نتكلموا على السنغال تخرج من الايقاع والريتم ديالها، 4-3-3 اللي لعبات بها جل المقابلات ديالها، هو اسلوب هو ثقه، هي ربما شيء مكتسب من ثقافه اللاعب بالنسبه للمنتخب السنغالي، لانه ما كيامنش بالافكار الدفاعيه بكثر ما كيامن على انه اول شيء يقدر يدافع به هو خط الهجوم اللي كيخلي دائما صعوبه عند الخصوم باش انه يديروا التحولات ديالهم ويبنيو اللاعب ديالهم بطريقه اللي مثاليه. على مستوى حراسه المرمى برنار ميندي فيمكن اعتباره على انه حارس اساسي، حارس اللي عنده تجربه كبيره كيمارس بفريق الاهلي السعودي وكيعطي دائما انطباع ايجابي على مستوى اخراج الكره، لانه كيجيد اللاعب بالكره بالقدمين معا سواء في الحاله ديال الرجل اليمنى او الحاله ديال الرجل اليسرى. دياطا لاعب فريق موناكو، نقدروا نقولوا انه من المواهب الايجابيه اللي ظهرات في هذه البطوله هذه، هو هذا اللاعب هذا ظاهر عنده سرعه كبيره على مستوى التحولات، عنده سرعه كذلك كيفاش كيقدر يبينيتري وكيدير الزياده العدديه على مستوى الاستعمال ديال الافكار الهجوميه، وكيعطي دائما حل اولي على مستوى وسط الميدان. فإلا كانوا 4 ديال اللاعبين كيكونوا كيمارسوا في خط الدفاعي فبشكل سريع في مرحله ديال البناء كيتحولوا جوج اللاعبين الاظهره لخط الوسط الميدان وكيديروا زياده عدديه على مستوى الوسط. اللاعب صار اللي غيقدر يكون المعوض الاساسي للاعب كوليبالي، هذا اللاعب هذا كيلعب بفريق ستراسبورغ، ومن خلال الارقام ومن خلال الاحصائيات ديالو فممكن على انه يعود الفريق ديالو تشيلسي اللي كان مصيفطوا المرحله ديال الاعاره لفريق ستراسبورغ. خط الدفاع الاخر نياكاتي اللي كيمارس فريق اولمبيك ليون،
هو لاعب جد متميز ومتمرس على مستوى اخراج الكره، لاعب اللي عنده طول القامه فريع كيساعد دائما على مستوى قطع الكرات اللي كتكون عاليه، قطع الكرات اللي كتكون هوائيه، وحتى على مستوى الحاله الاندفاعيه ديالو فدائما كتكون محسوبه. ولهذا فالاخطاء ديالو فضل كان نقدروا نقول انه ما كانش بشكل كبير، لهذا فكان عنده تميز. الظهير الايسر ضيوف اللي كيلعب فريق ويست هام، هذا من اللاعبين اللي نقدروا نقولوا انه عنده سرعه خياليه، عنده كذلك القدره على التسديدات اللي كتكون دائما، ربما الكرات اللي كتكون راجعه والكرات الثنائيه او الثانيه فدائما كيستغل على مستوى التسديدات. فلا بد على اننا نحتاطوا من الاظهره ديال الفريق السنغالي. على مستوى وسط الميدان كامارا اللي غياخذ المكان ديال ديارة، لاعب اللي يمكن عطى الاضافه وكان هو افضل بديل للغياب ديال ديارة. على مستوى وسط الميدان الدفاعي ادريسا غاي، لاعب اللي بتجربه كبيره، لاعب اللي بخبره كبيره كيمارس فريق ايفرتون، عنده تجربه كبيره على مستوى الميادين الاوروبيه، فلاعب اللي عنده دائما ذاك الحس او صله ربط بين خط وسط الميدان وكذلك خط الهجوم، لاعب اللي عنده كذلك ذكاء الحالات، عنده تمريرات اللي كتكون بينيه، تمريرات مفتاحيه، زياده على ذلك عنده لغه تواصليه اكثر من ايجابيه مع الصديق ديالو باب غاي اللي كيمارس فريق فيلاريال، لاعب اللي عنده القدره باش انه يمشي دائما، يصنع اللاعب كيتحول من الجهه اليسرى وكيدخل لوسط الميدان، وبالتالي يقدر يكون في بعض من المحطات كمهاجم ثاني. لهذا فشفنا بزاف ديال المحطات على انه التسديدات اللي كتكون دائما ربما من الكرات اللي كتكون عائده من طرف الخصوم، فكنلقاو اللاعب باب غاي في الانتظار ديالها. ندياي على مستوى الرواق الايسر، لاعب اللي متميز كيمارس فريق ايفرتون مع اللاعب دريسا غاي، فنقدروا نقول انه حتى هذه الصله ربط مع لاعبين اللي كيكونوا كيمارسوا في نفس الفريق كتعطي دائما الافضليه عند المنتخب السنغالي. وعلى مستوى الجهه اليسرى النجم ديال الفريق ساديو ماني اللي كيمارس بفريق النصر السعودي، لاعب اللي عنده خبره، لاعب اللي عنده كذلك حس تأطيري ايجابي داخل رقعه الميدان. وخط الهجوم اللي كيتمثل في نيكولا جاكسون، لاعب فريق بايرن ميونخ. الا كنديروا تقريبا واحد التقييم اجمالي ديال هاد 11 لاعب، ف 11 لاعب اللي بقيمه كبيره كرويه، قيمه كبيره تسويقيه، وقيمه كبيره واداء ثابت على مستوى الاداء. لهذا فالخصم والمنافس ديالنا في المقابله النهائيه بعيد على النجاح ديالو الكروي، فعنده نجاح تسويقي من الناحيه الكبيره، وبالتالي مقابله نقدروا نقول على انه فيها تكافؤ وفيها كذلك واحد المقياس ايجابي، هو انه افكار المدربين ديال تياو مع المدرب وليد الركراكي متقاربه الى حد كبير. سيمو، بغينا ولا كرهنا ساديو ماني اخطر لاعب في المنتخب السنغالي رغم انه سجل هدفين فقط. صحيح، هو لاعب مؤثر، اكثر لاعب في هذه البطوله عنده نسبه ديال الدريبل ناجحه، لعب لي في واحد المستوى كبير، تجربه كبيره، قائد فعلي ديال الفريق داخل تشكيله 11 ديال المنتخب ديال السنغال. والى جانب اللاعب فعنده لاعبين معاه في المستوى الكبير. السنغال فريق محترم، عندهم لاعبين بامكانيات الكبيره. اهم فكره عند المنتخب ديال السنغال هو المدرب ديالهم اللي ما كيبدلش الفكر ديالو، كيف ما قال مهدي، على انه يبقى وفي الاسلوب ديال اللاعب ديالو، اللاعب الهجومي بالضغط العالي بالبلوك طالع. فحتى وليد الركراكي غادي يكون وفي التشكيله 11 ديالو اللي اصلا عطاتنا ثبات وتوازن دفاعي وهجومي كذلك في المباريات الاخرى. ف 50-50 كنتمنى التركيز والعطاء اللي يكون كبير من الفريق ديالنا ان شاء الله، هو اللي يكون عنده الحسم باش ان شاء الله نتوجوا بهذا الحلم هذا. مهدي، بخلاف ساديو ماني اضعف لاعب في المنتخب السنغالي على مستوى التنقيط هو باطي اسماعيل سيسي لاعب رايو فايكانو. كنتمناو المدرب السنغالي يدخلو واخا غير في الشوط الثاني ما عندوش رسميه لاعب احتياطي، غير هو مين كتكلم على السنغال فالقوه ديالها فما كتمثلش فقط في الفرديات مهدي، القوه ديالها كتمثل في الفكر الجماعي ديال هذا المنتخب. بزاف الناس كيتكلموا على انه ما شفناش القوه الحقيقيه ديال المنتخب السنغال، ولكن داخل هو في الاطار ديال التدبير ديال المقابلات، كل مقابله عندها تدبير ديالها خاص، وبالتالي فالسنغال كما قلنا سابقا لازم الاحتياط ديالها في الحاله الجماعيه في التحركات ديال اللاعبين، لانه الصعب فيها هو انه كيتحركوا بدون كره بواحد الشكل اللي هو مستمر، وهذه ربما من الامور اللي كتصعب المأموريه امام الخصوم بالنسبه للمنتخب السنغالي. ولكن اليوم ملي كتكلم على منتخب مغربي فيمكن اعتبارها انه فكر متقارب، الفكر ديال المغرب كيعتمد على الضغط العالي، كيامن بالافكار ديالو الهجوميه، كيامن على انه ما يخليش الخصوم المراحل الاولى ديال تطوير اللاعب، وبالتالي فنقدروا نقولوا انه مقابله صعيب على انها تدخل في واحد النطاق ديال التميز ديال الفريق على حساب فريق اخر. بقدر ما غتدخل شكون هو المدرب اللي غيقدر يفرض الاسلوب ديالو اللي كيامن به واللي يلعب به طيله الاطوار ديال هذه البطوله هذه. مهدي شكرا، غادي نغلقوا الملف ديال المباراه النهائيه.